واسفنجيه وهشه وطريه، مش محتاجه اي حاجه. شايفين بتدوب كده دوبان اهيت، مفيش اسهل من كده. هتجربي الوصفه ان شاء الله وتعجبك معانا وتقولوا لنا رايك في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده زي ما عودناكم وصفه من الوصفات السهله والسريعه، وكمان مكونات في كل بيت ومميزه، يعني كمان مكونات في كل بيت، بس ان شاء الله تكون مميزه لو قدمتها لضيوف او اي حاجه، او حصل اي ظرف او عايزه توديها كمان هديه، هتبقى مميزه جدا وهتعجبك ان شاء الله. هنعملها مع بعض باسهل طريقه. هنعمل كيكه الكاستيلا اللي هي بتبقى دايبه، يعتبر بتبقى اسفنجيه جدا. هنعملها فانيليا وشوكولاته. هوريكم الخطوات عشان تعرفوا من اسمها. هي كاستيليا ديت يعني كيكه كلاسيك كده، ناعمه جدا جدا، ولها طريقه تسويه طبعا معينه، ولها شغل معين خالص زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط. هنعملها بقى ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه عليكي. ونبدا اول حاجه بالمكونات. معايا هنا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. فصلت الصفار عن البياض، وحطيت ذره من الملح على البياض بتاعنا عشان ما ننساش اي حاجه. حطيت ذره من الملح، وهنا على الصفار زي ما انتم شايفين سايح حطيت نص معلقه صغيره من الخل عشان زفاره البيض كمان. هنحط الفانيليا كمان، بس عشان ايه ما يبقاش فيها اي زفاره حطيت خل كمان مع الفانيليا. مش خطوه بخطوه كده مع بعض اهو زي ما احنا شايفين. هنبدا نشتغل الاول في البياض وبعد كده هنشتغل في الصفار عشان المضرب واحد، فبنشتغل في البياض عشان يعمل فوم معانا. هنعمل البياض ونص كوبايه معايا من السكر، بننزل بها تدريجي مع البياض. دي الخطوه الاولانيه عشان ما تتوهش مني. هنعمل بياض مع ذره الملح مع نص كوبايه من السكر، نفس الكوبايه اللي بنعاير بها كل المكونات. هنبدا بقى نشتغل واحط السكر تدريجي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يبدا يعمل زي منار معانا كده، وتقلبي اللي بتاع ما تنزلش معاكي البياض اهو ثابت كده. خلصنا المرحله الاولانيه. نركن بقى البياض ونبدا نشتغل في الصفار بتاعنا. اول حاجه الصفار معايا اهو، ببدا انزل عليه زي ما قلنا. حطينا الفانيليا وحطينا كل حاجه بحوالي تلت كوبايه كده من الحليب، وربع كوبايه بس من الزيت، يعني 50 مللي من الزيت، وحطيت حوالي 60 مللي من الحليب. خطوات سهله اهي معاكي، هقولها لك بالجرامات لو انت عندك ميزان، وبالكوبايه. ومعايا هنا الدقيق حوالي نص كوبايه من الدقيق، يعني حوالي 65 جرام كده من الدقيق لو انت اللي هتوزني اهو. ونبدا بقى ندوبهم معانا هنا كده، شايفين اهوت. ونبدا بقى في المرحله دي نقسمها على 2 عشان هنعمل جزء طبعا بالفانيليا وجزء بالشوكولاته. تحاولي كده ان انت تقسميها على 2 بالنظر كده، او زي ما قلنا الناس اللي بتحب تشتغل بالميزان هتوزن جزئين. ادي الجزء الاولاني اهو، برضو نفس الحكايه. هنقسم البياض كده على جزئين اهو. هناخد جزء كده للفانيليا، بسم الله، عشان ما نطلعش الفوم طبعا والهواء اللي فيه. ادي جزء كده حطيناه هنا. الجزء التاني هنحط الاول معلقتين كبار من الكاكاو. الكاكاو بتاعنا هنحط كده حوالي معلقه بس من الحليب، او نص معلقه كمان، بس حاجه اللي هي ايه عشان الكاكاو. ونبدا ايه نقلبهم كده بالراحه. نبدا بقى ننزل بالبياض بتاعنا اهوت جزء بجزء برضو عشان ما نطلعش منه الهواء زي ما انتم شايفين اهو كده. الجزء ده جاهز معانا اهو، جزء الشوكولاته. نبدا بقى نعمل جزء الفانيليا من تحت لفوق كده برضو بالراحه. زي ما احنا شايفين بقى نبدا نجيب اي صينيه موجوده عندك، مربعه مدوره مستطيله، عندك اللي هي بتتفك ديت، اي حاجه. اهم حاجه يكون حجمها صغير عشان ترتفع كده معايا اهيت زي ما احنا شايفين. نبدا بقى تحطي الجزء بالشوكولاته كده الاول بالراحه طبعا عشان الهواء اللي فيها ما يطلعش. زي ما احنا شايفين كده بنبدا بقى ايه نهزها كده بالراحه
نبدأ بقى ننزل بجزء الفانيليا بتاعنا برضو كده، نمشي بيه بالراحة كده. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة، اهم حاجة يسخن الاول كويس، وبعد كده بتهديه لدرجة حرارة 160، يعني اقل حاجة موجودة عندك تبدأي تهديه. بتاخد حوالي ساعة معايا، يعني متفتحيش عليها من قبل الساعة، هي بتاخد وقت في السوا. اهم حاجة ان انت تهدي النار خالص وهي على الرف اللي في النص. ونبدأ نحط لها كده صينية تكون اكبر منها وفيها ميه سخنه، عشان ديت طبعا زي ما قلنا الكيكه دي حساسه جدا، مش عايزه انها تتلسوع مني او تبوظ معايا، لا. فعشان كده هحط لها، هسخن كوبايه كده من الميه واحطها تحتها في صينيه تانية زي ما احنا شايفين اهو. ممكن بقى لو عندك شوكولاته شيبسي كده او حاجه، ما عندكيش بتبداي تحطها حته شوكولاته بس تديها شكل اهي. ما عنديش فقطعت حته شوكولاته اهي، شوكولاته بالحليب او شوكولاته خام ايا كان، وارجع اوريكم الشكل النهائي بتاعنا هيبقى عامل ازاي. وزي ما احنا شايفين ادي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، سبتها طبعا بردت تماما عشان تعرفي تطلعيها. كيكه اسفنجيه جدا وهشه، يعني بتحسسي عليها كده وانت بتطلعيها وانت بتشيليها، بس طعمها مميز جدا اهيت. بتطلع بكل سهوله، ورق الزبده بيسهل عليكي. لو ما فيش ورق زبده زي ما قلنا بتبطنيها كويس جدا، هتطلع برده معانا بكل سهوله. هبدا بقى كده اطلعها معاكم اهو. زي ما احنا شايفين هي طريه ازاي اهيت، ما شاء الله، يعني دايبه خالص. ده بقى نطلعها كده اهي ما شاء الله. تحس انها طريه جدا من تحت كده، اكنها يعني عايزه اقول لك عامله ازاي من احسن الكيكات اللي بتعمليها. شايفين ما شاء الله جميله جدا ازاي. ممكن انت تاكلها بقى كده مش محتاجه اي حاجه، ريحتها بصراحه تحفه وريحتها ماليه المكان اهيت. ممكن انت تقدميها ساده او تقدميها مع صوص شوكولاته بسيط كده كشكل، وكمان اديها طنجيه وهشه وطريه، مش محتاجه اي حاجه. شايفين بتدوب كده دوبان اهيت، مفيش اسهل من كده. هتجربي الوصفه ان شاء الله وتعجبك معانا وتقولوا لنا رايك في التعليقات.